بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين يا عين. هدول مكونات الطبخة لليوم. يا حذركن شو الطبخة لليوم رح نعملها. هاي الأكلة ما في غير أهل حمص بيعرفوها. عنا هون السلق، يعني كتير لقيت صعوبة لحتى لقيت السلق بالمولات. كنت عم خربط بين السلق وبين السبانخ، بس السلق هاي هيك يعني من هون عريض، السبانخ بيكون ورقته أصغر، وبشكل عام كلياتها أصغر. يلا رح نغسلن ونفرمن ونبلش مع بعض. عنا 3 باقات من البقدونس وباقتين من السلق. وهلا اجت لعند الجارة تتساوي لي اياها لهالأكلة. ايه احكي لي كيف هاي تقطيعة؟ هاي لأن عريضة عمليها بالنص. إيه. وبس انك مشتيها هيك، ها بدك هيك تقلبيها القلبة، بس قطعتيها هيك قشرت لحالها، بتقشر هاي. ايوه طلعت هاي القشرة لحالها عشان ما تضل هاي من فوق، لأن على الغلي بتبقى بتبين هيك مثل ما بينت هون. ايوه بتفرضيها انت على هواة نعومتها، بس ما بدو تنعم كتير لأنه بتخبص. ايه ساوي لنا وحدة هلا هاي الفرامة. ايه هيك شايفة هيك وزيادة. ايوه فرمي لنا عشان نشوف الفرم ايش قد، لانه انا حتى ما بعرف يعني. لا هي مثل ما بدك، بس كل ما هاي كانت هيك يعني كمان أكتر لا بتتخبص. بس هذا الضلع قاسي، بس طبعا السلق الورق بتخشني اطرح. والبقدونس كمان بتبوقيه بتترميه كمان نفس الطريقة، بس قيمة الضلع تبوقيه بتكوني كمان هذيك شلونها شايفة هاي، لأنه ما جاي ليكن شلون طلعت. أيوة. لحالها على التم تطلع، لأن هاي بتعلق. والثوم تعمليه شرحات هيك قروش قروش بتزتي بقلبها. وفي كمان التعقيدي إذا بدك تعقدي آخر شيء، في شيء بحطه على كاس رز أو معلقتين طحين. إيه نحن الحماصي بنقول لا، الطحين مستعودين عليه يعني. ايوه هاي الأكلة أساسا ما في غير أهل حمص بيعرفوها. إيه لك هاي أكلة الحماصي. أكلة الحماصي. إيه أنا دقتها بلبنان. إيه عدس بحامض بقولوا، لا بس ما طريقتنا. عدس يعني بحامض أهل حلب عندهم عدس بحامض، بس أيوة. عندنا إياه بالعدس الأحمر مثل الشوربة. أيوة لا ولا في هالطعمة هاي. نحن حتى بنحط الحسرين حتى يعني يبقى الحمض مزبوط انه بالحسرين. ما بيلتقى هون. هلا ما بيلتقى هون. هون جهزت الليمونات. عليك شايفه هيك. انا عم من هيك لا بصير هيك بيخبص. هاي هيك كثير عريضة عنا، هيك سوريا قد هاي اكثر لا ما بتكون. العد ما شاء الله هون كثير عريضة. تقلبيها هيك القلبي لك شلون طلعت لحالها. هيك أنا بالمولات ما عاد أعرفه. إيه ما بتعرفي. خربت بينه وبين الصبانخ. إيه ما بتعرفي لا ما بنعرف. بس الصبانخ ورقه أصغر وأقصر وورقته ما هيك. أصغر منه. إيه هلا ما قلت لك هلا فرمتهم أنا كمان جهزتهم عشان أعمل صبانخ ورز. صبانخ ورز. إيه القدماء كانوا يقولوا بوراني. بس في ناس ما بيعرفون بوراني شو هذا البوراني. ده كان بوراني ورز أول مرة القدماء. أيوه ما بيعرفوا بوراني ورز. ايه إيه لا انا صبانغ ورز بقول لها، بس هي نفس الاكل يعني بس اسمين إلى ايه القدماء. ايه تقول بوراني ورز. ايه والله سهل وفرموا هذا كثير. انا ضيقه يلا حنفرمه كله. هلا الكيس كله ترمتوه ضيقه، كيسين عملت كمان. هلا رح نحط العدس الأحمر شكاستين من العدس. يلا نحط لنا مي ونغسلهم شوي. رح نشغل عليهم الغاز. نحط السلق فورا فوقن هلا؟ ايه ولا يستوي العدس؟ خلص لا هو بيسوي لأنه العدس يعني نحطه فورا بس هلا لأنه مي سخنة يعني حطيته هون. ايه اللي كان بيسوي دغري. هيك نحطيه. يلا بسم الله. هو بيسوي هذا السلق. أنا بعلق على العدس بكون ترمته حطيت فوقه دغري، بس البقدونس آخر شيء. آخر شيء البقدونس. إيه عرفتي كيف؟ مع الثوم بتكوني مقرشتي كمان راسين. إيه بتحطين كمان هيك. بسم الله.
اي بركي البركي طيب يطلع. هلا كله هذا بده يدوب ما صار؟ لكن بدوب هلا شوفها. وخصيت نعمت هدول بدلون شايف ما انعمهم. ايوه فورا هذول هن اللي اي بدهم اكثر اي وقت لكن ليستووا. الورق بيستوي بس الدلع كان ليه فرضناه كتير شان هيك. هلا ها كان غلوة بتلاقي له صار. ايه بيستوي. تعملي توم هيك وتوم مع التقلاوي. اها انا ولا مره سويته لحالي من 10 مم. سنين. يي اكل لا اخر مره مساوي. اكلته من ايدين الماما. طيب كتير. ومفيده على ما شاء الله. كان لسه عليت اليوم. فورا معهم ايه معناتها يستووا. لا، هيك بيعطي طعم شوفي. هيك هاي نقليه اذا بدك شو ايه اسمه الكبجاي. كبجاوي. نحن ما نقول غير كبجي. هاي بتعرفي بحلب شو اسمها؟ لا والله. اسمها شمشاي. شمشاي. ايه لا ما بنعرف. عاشرت الحلبية بس ما بعرف يعني ما بدقق هاي. كفكير كمان نقول كفكير بيضحكوا. ايه كفكير شفت تبع القلي لكن هذا نبخس نقلي بطاطا فيه. نعم عليك احساس ما احلى صح. ما شاء الله. هلا شوفي ما احلى لونه. امم ما شاء الله استوى العدس. ها ما توقعت يستوي بهالسرعه. لا استوى لانه هو هذا السلق هو لحاله بيسوي. ما إيه. شاء الله. هلا بنظبط عاد الملح والحامض. معلقتين طحين بدها 3 معالق هاي لان بدها كمية 3. منيحة البركة. طيب رح اعطيك الملح. ايه هاتي. نحط البقدونسات. بسم الله. بسم هاي الله. الملح. ايه وهيك ايه تعلمتي تمام لانه اذا كان انعم من هيك كمان ما منيح. ايوه إيه. يعني خشن بيشبك هيك شايفي لونه هيك. ما شاء هلا الله. كان مغلي بصير ما احلى مثل بعضه. هات الملحات. هاي جنبك القطرميز. ايه رح اعمل الليمون. ايه والليمونات. اخر شيء الطحين يعني هذا ملح ما سكر. لا ملح. اكيد يعني. لا اكيد حلو ولا مع بس. لانه ناعم كثير. إيه لانه اذا سكر بيطلع عدس بحامض عدس بحلو. بدل ما يطلع عدس بحامض ومالح يطلع بصير عدس عدس بحلو. من درج الموضة اليوم هو. ما شاء الله مو بشهي. الملح الكمية مثل ما بدك. حتى إذا كان يعني قليل شوي بتحطي أنت. ايه يعني أنت عم تاكليه بتحطي. أما إذا مثلا رز برغل شو بس استوى خلاص ما عاد مزبوط. ينضاف له شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. كم معلقه تقريبا؟ هذا بده لإله 3 معالق. 3 معالق إيه. طحين بمي إيه ما. إيه لك حطي شو. إيه معلقة كبيرة. درت له إيه حاج ناقصة ناقصة. نقص إيه لأن كبيرة المعلقة. هيك إيه حاج. هدول. إيه حطي لهم شوية مي فوقيها نفس الشيء. هيك بالطالما ما شنيتي مزبوط ما تجربي بصير أسطنجة. هي ما شاء الله بسم كثير الله لانه. الرحمن الرحيم. إيه هلا بشوك.
هلا بنحمي التومات نسقطهم فوق. انا بحط هيك معلقه بصحن او كبجيه او شيء بخليهم هيك حرك فيه برد برجع صح اي والله. وصب فيها بعدين عرفتي كيف عم ازفر الخامه او الطاوله. هلا بصيروا زهريات بتصيروا فوق احلى شيء تقلع الشاي تقلايه. حموي بيقولوا تقلايه. عندنا محل كان بالنار بالساحه ساحه النور، محل خصوصي بس للفتة. بقول لك بدك زيت لما بسمني بيعطيك الخبز كمان سخن ومخلل كثير. بس هذا بس ما عنده غير الفتة، يعني ما عنده شغله غيرها. ايه نعمل هيك نعزم بعضنا على الفطور ونطلع. هيك باقتين ما شاء الله. طلع شو عملت طنجره هيك ما قلت لك بدك البقدونس اذا كترتيه اطيب لكان يعني قليل سل عادي، بس البقدونس بده يكون كميه اكثر. انا سمعت انه ايه فينا نعملها حتى بس بالبقدونس. ايه لا هي اذا ما لقيتي ايه ايوه هاي على اصولها، بس اذا ما لقيتي ايه مثل جنح الدبور ما يقرصك دبور. هذا حنو مستحكي بلاش يقلب. ايه هذا خليه نايس وهذا طفي نهائي خلاص. هلا لسه اذا بدك تقلي خبز تحطي بقلبه الخبز مقلي تحطيه بقلبه. ايه وقت الاكل تعملي مربعات تقلي وتحطي بالخافية. في ناس بحبوا يشربوه هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين يا عين أكلي مفتخرة. أيوة والله. تاكلوها بالهنا. الله يهنيك يا رب. عشان تشوك لتحت. عرفتي كيف الإدامة بتصير تحت كله بيتخلط مع بعضه ما بضل شيء فوق شيء تحت. بس ليش عم ترقص؟ هي مبسوطة لأنه حاطة مزيكا. وهلأ رح أسكبها إن شاء الله يعجبكم الطعم مثل ما شكلها طيب. وبهيك بكون خلص الفيديو لليوم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس واحكوا لي رأيكم بالتعليقات. وبحبكم وبشوفكم فيديو جديد. يلا سلام.